هو في اهلي وبعدين هيجي كله ترتيب من تحت بقى. في اهلي، في بقى في ممكن بقى ساعات بيراميدز، ساعات مصري يحطوا الناس دي. الفرقه دي كلها بتنافس على فكره. ساعات سيراميكا دلوقتي يعني مركز اول. لا يطلع دلوقتي خلاص، الفتره الجايه يطلع، بس سيراميكا لا بس هيظل الزمالك هو الزمالك. لا دي بالنسبه لكم انتوا بقى. لا على فكره انا اهلاوي، بس هيظل الزمالك هو القطب الثاني. ماشي بيجي بس بعد الاهلي بقى منافسته بقى، مش منافسته معانا، منافسته مع الفرق الثانيه. يعني ما تزعلش مني، بس انت كراجل مثلا ممكن مع بيراميدز الكلام ده، منافسته ممكن مع بيراميدز، هلا مش مع الاهلي اعلى منه بكتير. ماشي، بس هيظل الزمالك هو القطب الثاني للكره المصريه. ايوه هو القطب الثاني. هو الثاني بس التاني. بقى مع مين بقى؟ لا انا مش قصدي الثاني في الترتيب الثاني. لا هو قطب ثاني مع الفرقه الثانيه، يعني بس مع الفرقه الثانيه. هو نفسته معاهم هم بس، مش نفسته مع الاهلي. ليه؟ ما طول عمر الزمالك بينافس مع الاهلي في ايه؟ في كل حاجه، حتى في الالقاب الافريقيه يا عم انا عندي حسام عاشور بس كان زعلان ان الزمالك خدت بطوله الدوري عشان هو عنده 13 والزمالك بقى 14. انا دي نقطه خرجنا بره يعني بينافسوا لعيبه، ما بينافسوش اهلي. دي منافسه لعيبه، يعني النادي قصاد لعيبه. بص بعيد عن التحفيل. انا مش هحفل يا عم، انا بقول الحقيقه. بص انا بقول الحقيقه صريح، بقول الواقع اللي احنا عايشينه. يعني المنافسه مع الانديه الثانيه بتنافس مع لعيبه الاهلي. الزمالك كان عنده كام دوري ابطال افريقيا؟ هم 5. الزمالك كان عنده الاهلي كان عنده قد ايه؟ دلوقتي لا كان عنده قد ايه؟ كان عنده 3 أو 4. صح كده، او 4. اه يعني الزمالك هو صاحب القاره الافريقيه بعد الاهلي دلوقتي. فين ده؟